هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة مميزة جدا وبتعجب الكبار قبل الصغيرين، وهي فتة الشاورما بطريقتي الخاصة اللي دايما بتطلب مني. خفيفة ولذيذة، ممكن تعمليها في العزايم او حتى كوجبة سريعة في البيت. اول حاجة نبدأ فيها هي تتبيلة الشاورما. معانا علبة زبادي، فلفل اسود معلقة صغيرة، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة ملح. وهنقلب ده كله مع بعض. هنضيف معلقة صلصة، معلش انا نسيت اضيفها من الاول. معلقة صغيرة زعتر، وهنقلب تاني. وهنا انا قطعت الفراخ زي ما انتوا شايفين، وهنسيب الفراخ تتصفى كويس جدا. هننزل بالفراخ على التتبيلة، ممكن تسيبيها لتاني يوم في التتبيلة، ولو مستعجلة تقدري تعمليها على طول. هبدأ اقطع العيش زي ما انتوا شايفين. هنحمر في الزيت او الفرن، انا بفضل الزيت. اتنين معلقة نشا، نص كوباية لبن مع نص كوباية مية. هنفضل نقلب لحد ما القوام ما يتقل. هنحطه في طبق مفرود زي ما انتوا شايفين. اول ما يبرد معانا هنحطه في الكبة. هنضيف معلقة كبيرة من الزيت، معلقة صغيرة توم، معلقة كبيرة خل،
وهنضيف ربع كوباية لبن، معلقة صغيرة ملح، وهنضرب ده كله في الكبة. بصلاية كبيرة متقطعة جوليان، فلفل رومي ومنكترش، هي واحدة كبيرة. هننزل بالفراخ واحدة واحدة. ومش هنقلب الفراخ لحد ما تنزل المية بتاعتها، هنبدأ نقلبها. هنسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. شايفين قد ايه فتة الشاورما سهلة وشكلها يفتح النفس؟ الريحة والطعم هينسوكوا اي فتة شاورما تانية. جربوها وقولولي رأيكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي يا حلوين.